مشهد غير مألوف. الياباس يغزو أحراج لبنان. في غابات لبنان مشهد غير مألوف. السنديان شجرة الصمود والعراقة تتعرض لظاهرة مقلقة. أوراق يابسة، أغصان عارية، ومساحات خضراء تتحول إلى بقع بنية. الظاهرة لا تقتصر على منطقة واحدة رصدت في المتن كسروان، جبيل، وحتى البترون. مشهد متكرر يثير القلق ويفتح باب الأسئلة: ما الذي يحدث لأشجار السنديان؟ هل أصابها مرض غامض أم أن تغير المناخ، الجفاف، وارتفاع الحرارة عوامل تقف خلف هذا المشهد؟ خبراء البيئة يضعون أكثر من فرضية. البعض يشير إلى تغير المناخ الحاد ونقص المياه في التربة، وآخرون لا يستبعدون انفجار أعداد بعض الحشرات واليرقات مع غياب مفترساتها الطبيعية. أما وزارة الزراعة فتؤكد السبب المباشر هو موجات الحر والجفاف التي ضربت لبنان هذا الصيف، وطمأنت: الأشجار لم تمت وهي تمر بمرحلة إجهاد مؤقتة. وتضيف: معقولة أمطار الخريف ستعود الحياة تدريجيا إلى الغابات. لكن المخاوف تبقى قائمة. ماذا لو تكررت الظاهرة؟ كيف ستصمد غابات لبنان أمام تغيرات مناخية متسارعة؟ وأي خطط لمكافحة هذا الخطر البيئي على المدى الطويل؟ الظاهرة اليوم تحت المراقبة والرصد مستمر، أما الغد فيبقى معلقا على نزول المطر وعلى وعي الجميع بأهمية حماية الثروة الحرجية.